سلام بالجداوي، سلملم يا ليلي. اتوقع العنوان اللي موجود عندكم تحت هنا مبين لكم وموضح لكم كل حاجة. قليل في حقهم. بتكلم لكم بشكل مبسط على قصة صارت لي قبل 3 أسابيع بالضبط. الحي اللي انا ساكن فيه حاليا في الطايف ما في له شبكة. كعزابي وبما اني انا ما احب البلاي ستيشن او البلوت ابدا، الوسيلة الافضل لي في الاستمتاع او التسلية الانترنت بشكل عام. فاضطريت اني اخرج هذاك اليوم على اساس اني انا بستخدم سناب، يوتيوب، اي برنامج من الاشياء اللي دائما نستخدمها بشكل يومي. اب يبلغ من عمره اكثر من 65 سنة لابس ثوب جدا ثقيل لانه برد زي ما قلت لكم في الطايف، فوق جاكيت لونه اسود، فوق الشماغ من الاساس لونه احمر، بس ورب الكعبة اني اشوفه بام عيني لونه جدا جدا اصفر. فضل الشايب هذا اكثر من نص ساعة يمر في نفس الشارع اللي موجود عندنا، لدرجة اني فكرت انه البني ادم من قوة ما انه متلثم من البرد انه راح يسرق السيارة حقتي او الاستراحة. خلال النص ساعة هذه اللي جالس فيها، من يوم ما انتبه انه في بني ادم موجود جوة السيارة وهو يحاول انه قد ما يقدر يجي عندي عشان يطلب مني طلب جدا بسيط، انا ماني عارف هو ايش اللي يبغاه بالضبط. فضلت اخرج برا السيارة اناظر فيه، بتردد برجع للسيارة مرة ثانية وبقفلها وبسوي نفسي مشغول في الجوال، الين ما طلعت برا السيارة. وقف عند البوابة حقت الاستراحة ناظر فيني، قال لي لو سمحت يا ابني. قلت له تفضل. انا قلت الان البني ادم بيسوي فيني حاجة، بس قلت اني بتركها لرب العالمين وبنشوف. وصل لين عندي اعطاني جواله السامسونج. انا ناظر في السامسونج زي كذا يا جماعة الخير، والله ما اعرف استخدم السامسونج بتاتا. قال اذا ممكن يا ابني ممكن تتصل على هذا الرقم. قلت والله ما اعرف انا استخدمه، لكن اذا على الاتصال ما عندك اي مشكلة. اخذت الرقم، حاولت اني قد ما اقدر اني اتصل، والله العظيم وبدون مبالغة يعني انه حتى الاتصال ما عرفت حتى اتصل فيه، لاني ما عندي اي خلفية عن السامسونج مرة. ما لقيت الا طريقة واحدة، هو اني احط الرقم احفظه باسم الشخص اللي قال لي اتصل عليه، بعدها انا اتصل. صلى الله وبارك. الان الشايب يتكلم، سلام عليكم، كيف حالك يا ابني، ايش اخبارك، ايش مسوي، كيف علومك. طيب انا عند الشارع الفلاني اللي تركتني فيه قبل ساعات ولحد الان ما جيتني، فينك انت؟ تعرف ابو اللي جاني فضول، فاضطريت ان انا اساله. قلت له يا عم تسمح لي اني اسالك سؤال؟ قال لي تفضل يا ابني. قلت له وين عيالك؟ بتكلم لكم على نقاط جدا بسيطة وباكم تركزوا فيها بس شوي. البخل ماديا، يعني ما ادري ايش اقول لك صراحة، بس اتوقع انه والدينك كانوا لدرجة انهم يشتروا لك حفايضك. ما يحتاج اني اوضح اكثر من كذا. 2، تفضيل الزوجة او الزوج عن الوالدين. صراحة في هذه انا ما يعني كذا لساني يعجز اني حتى اصلا استحي اني انا اتكلم في ذا الموضوع. اتوقع ان والديكم هم الناس الوحيدين اللي يقدروا من بعد الله سبحانه وتعالى يزوجوكم. تيجي تقول لي انا اقدر مثلا الوم نفسي، تحتاج ابوك وامك. تيجي تقول لي انا بقدر اجمع فلوس المهر، تحتاج امك وابوك. بدبر القاعة، تحتاج امك وابوك. بدبر العشاء، تحتاج امك وابوك. بدبر البيت برضو تحتاج امك وابوك يا الزلابة. 3، الكلمة الطيبة. ابوك وامك خلهم على الجنب. ايش شعورك بالله لما تكون مصدر سعادة من بعد الله سبحانه وتعالى لاخوانك الصغار؟ فما بالك لو انه الكلمة الطيبة ومصدر السعادة بيكون انت. صعب عليك انك تقول الكلمة الطيبة لوالدينك وسهل عليك انك تقولها بين الرجال عشان الرجال ما ينقدوك. ما ادري ايش اقول. 4، الرفض عند الطلب. اباءنا زمان كانوا يفضلون دائما وابدا انهم يسعوا ورا سعادتنا اكثر من سعادة انفسهم. ليش؟ لانه هذا الشيء لمصلحتنا، لانه بيقول في باله لو اني ما جبت له راح يصير كذا، لو اني ما اعطيته راح يصير كذا، لو اني ما ادري. يفضل طول حياته حتى يومنا هذا وحتى الين ما تكبر وحتى الين ما تتزوج يفضل يخاف عليك وانت في عينه طفل. 5، اللي هي اهم نقطة، انه لما يجوا والدينك يطلبوا منك اي طلب ايش ما كان، لا تحس في داخلك انه هذا الشيء كأنك بتسويه غصبا عنك. سويته غصبا عنك بتاخذ عليه اجر،
سويته كذا بتاخذ عليه أجر، في كلتا الحالتين بتاخذ عليه أجر. هبها شحمة وسوها الله يسعدك، لأنه لما كنت صغير كانوا يغيروا لك بدون ما حتى يقفلوا أخشامهم. وصلت؟ اضطريت اني بعد الثانوية اكمل دراستي في الشرقية، بما يعني انه بعيد عن اهلي برضو. بعد الشرقية نفس العمل اللي كنت شغال فيه اضطر انه يرسلني للندن. في لندن كملت 2.5 سنة، يعني لو تحسبوها كلها سوا 4 سنوات ونص متغرب عن اهلي بشكل كامل. لو اضمن انه هذا المقطع ما راح يوصل لوالديني كان اقدر اقل شيء اقول لكم على ابسط حاجة مرت علي سواء في الشرقية او لندن. لندن لحالها تكفي. خلاص الكلام من الواتساب ما صار يرحم ورب البيت. بتسألني على السبب بقول لك هي بكل بساطة، بما انك بعيد عن اهلك فشيء طبيعي جدا انه ما يبغوا يسمعوا منك الا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هو انك انت تكون بخير، اكثر من كذا ما يبغوا. هذا الشيء اللي يسعدهم. صحيح اني تغربت، وصحيح اني ذقت المر، وصحيح اني عانيت، وصحيح اني حتى الان ماني مستوعب اني تخرجت من بريطانيا، الا اني في نفس الوقت اقول الحمد لله على كل حال انه علمتني اشياء جدا كثيرة، واولهم حقوق والديني. بكل بساطة وعشان انهي موضوعي، اللي والدينه حتى الان عايشين يتمسك فيهم قد ما يقدر، لانه اليوم انت تضمن انك انت عايش، بكره ما تضمن ايش راح يصير فيك. بسم الله على قلبك يا حياتي. قول لي يا المهند هم دائما يبخلوا علينا، ويا مهند هم دائما يعترضوا على الزواج انا ابغاه، يا مهند هم دائما يتدخلوا في خصوصياتي، يا مهند دائما هم ما يبغوني اشتري السيارة اللي انا ابغاها. في ناس وعيوا على هذه الدنيا وهم من الأساس أصلا حتى ما شافوا والدينهم. في ناس برضو فاقدين والدينهم من أيام ما كانوا حتى صغار. في ناس ما فقدوا والدينهم إلا الآن. لو تروح تسأله تقوم تقول له عادي عندك أمك ولا أبوك يرجعون لك حتى لو كانوا بخيلين، بيقول لك إيوه. حتى لو كانوا يضربوك بيقول لك إيوه. حتى لو كانوا إنه مثلا يوقفوا على كل كبيرة وصغيرة أنت تسويها برضو بيقول لك إيوه. ولا تنسى إنه هذا الشيء باب من أبواب الجنة. يعني لو أنك أنت كنت مقصر في صلاتك هذا الشيء ممكن بيغفر لك، لو أنك كنت مقصر في أي كبيرة وصغيرة برضو ممكن أنه يغفر لك. إن شاء الله أنك فهمتني. أتمنى من كل قلبي لو أنت بنفسك تشوف أنه المقطع هذا يستاهل الشير واللايك لا تبخل علينا. اضغط على أي حاجة موجودة هنا، وإذا ضغطت على الزر الأحمر اللي موجود هنا أو هنا اللي هو السبسكرايب راح تشترك على القناة على طول. حساباتي الشخصية بتحصلوها تحت في الديسكريبشن، وبرضه بتحصلوها دحين في اللقطة اللي راح تجيكم بعد شوية. أشوفكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أحبنكم إن شاء الله إني ما قصرت. بيس I love you. مع السلامة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا عيال يا إني ما أبالغ لكم، يا إني شوية وأصيح. وقفت على الجنب وأضرب في الدركسون كذا كذا يا أخي.